ركز معايا شوية. الشخص الوحيد اللي النرجسيين والنرجسيات ما بيقدروش عليه. يعني ايه ما بيقدروش عليه؟ يعني هو اصلا ما بيسمحش بدخولهم في حياته، وهم اصلا بيبقوا شايفين ان صعب جدا ان هم يخش حياته. مين هو الشخص العظيم ده؟ مش هقولك الهيوكا او السوبر امباث او الكلام ده، لا 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 خالص. الشخص الوحيد اللي بيحصل معاه كده هو الشخص اللي حاطط اولوياته نفسه، وحاطط في اول اولويات نفسه شغله، نجاحه، تقديره لنفسه، تقديره لذاته. الشخص ده النرجسيين والنرجسيات ما بيحاولوش ان هم يخش حياته، لان هم عارفين ان ما لهمش مكان في حياته اصلا، لان هو حياته مليانه، حياته مشغوله، طول الوقت حاطط شغله هو اهم اولوياته، حاطط نجاحه هو اهم اولوياته، ما بيحطش حد قبل نفسه. نفسه شامله شغله، راحته، صحته النفسيه، يجي بعد كده صحته الجسمانيه، يجي بعد كده اولاده، يجي بعد كده مستقبل اولاده. فخلي بالكم كويس قوي ان الشخص المشغول دايما ده صعب جدا 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 ان النرجسيين يخشوا يهدموا في حياته ويهدموا في الاساسيات اللي هو حاططها قدام نفسه. فلو شغلت نفسك بشغلك وحطيت شغلك من ضمن صحتك النفسية ومن ضمن أولوياتك لنفسك، عمر ما في علاقة سامة هتخش حياتك، ولو حتى دخلت حياتك عمرها ما هتسبب لك أي تعلق، لأنك هتخرج منها لأنك طول الوقت مشغول. وديها للي مستنيها.